أخي المجتمع، سلام الله عليكم. أبو حمزة أو أبو سماعات كما لقبوه الناس في هذه الأيامات، يعني في هذه الآونة الأخيرة، ولا سميتو أبو سماعات. والمعروف في مواقع التواصل الاجتماعي واحد الإنسان اللي كيدور في الشوارع، يعني كيعمل الخير، وكيجمع الفلوس وكيجمع الذهب من الدول الأوروبية، وكيبني بهم الجوامع على حسب ما قال هو في هذا الفيديو هذا اللي غنشوفوا دابا. المزيد من التفاصيل غنشوفوها في فيديوهات اخرين، لكن هذا الفيديو هذا يعني فيديو حصري كان في اذاعه كاب راديو، اللي كانت استضافته الزميله عائشه احمد في برنامج كاب مورنينغ اللي كيدوز في الصباح من الاثنين للخميس من 8 ل 10 ديال الصباح. غنشوفوا ابو حمزه او ابو سماعات كما يلقبونه البعض، شنو قال على هذه الفلوس اللي كيجمع، وشحال جمع ديال الذهب في احد المساجد في الديار الأوروبية. أولا، قصة أبو حمزة وجمع الذهب. الرجل الذي يحب الذهب ويجمع الذهب وينصب على عباد الله ويفعل مطعم بالذهب. يعني إيه ده؟ سبحان الله. وهذا هو الغريب، هذا هو العجيب يعني. لكن في الحقيقة أنه ليس بغريب. الإشاعة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون في آخر الزمان ويكثر الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تأتي على أمتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب يكذب فيها الصادق. هذه أمور يعني لابد أن نسلم بها الآن. السؤال المطروح وهو الذهب والأموال والمساجد، وهذا الذي انتشر في السوشيال ميديا، تجمع من الناس وكده. السؤال الأول: من أين أخذت تلك الفيديوهات؟ أو قل إن شئت هذه المقاطع. هذه أخذت من فيديوهات ديالي، اللايفات ديالك أصلا. اللايفات ديالي يعني ما حد عنده تصوير ولا يشوف. يدخلون كيقولوا المغاربة، تعرفي هذا المثال ما يقولوا عندكم في مصر: من لحيته لقم ليه. تعرفوها هذه؟ من لحيته لقم ليه، يعني ما أتوا بجديد. هذه فيديوهات فيها يعني 4 ساعات 5 ساعات. بياخذوا اللقطات اللي بتعجبهم، ياخذوا لقطات. أبو حمزة شاد الذهب. هل أبو حمزة الذهب في يده؟ أو ينادي الناس، يعني يحرض الناس على أنهم ينفقون. ينفقون ليش؟ ينفقون لبناء مسجد من المساجد. يظنون أن هولندا سايبة كما نقولوا. أنت في هولندا وجلس في واحد المكان وبقى تعيط على الناس: أروا الذهب أروا الفضة، وهولندا ناعسة والناس ناعسين وهذه الأشياء هذه. سبحان الله. ولكن هذا يفهم هنا فقط. لكن الناس الذين يفهمون حقا يعرفون الطريقة هذه. هذه طريقة ابتكرها أبا حمزة في بناء المساجد. وبنيت مساجد. الآن عندي كل شيء، الآن عندي بالبراهين. أنا ما نتكلم هكذا يعني عبثا. نعم. لابد من الإنسان ينطق، لابد أن يقول حقا وبالدليل. البرهان، البينة، الحجة، ماشي كلام فاضي. نعم. دخلنا في مسجد من المساجد، دخلته يعني. نعم. دخلت مسجد من المساجد نصلي زي الناس. نعم. فإذا ببساطة المكان وهذه الأشياء، نقول إحنا الآن في هذا الزمان يعني مدينة كبيرة. المدينة اللي أقطن فيها مسجد صغير، يعني حتى لو كان مطر يعني يأخذون. تعرف شنو؟ الناس كبار السن اللي عاشوا في هولندا بكري كانوا مساكن داروا المجهود ديالهم باش يصليوا. نعم. يكريوا واحد المكان، يصليوا واحد المكان يكريوه كيف ما كان، يعني قديم، بناية قديمة هذه. ففعلا وفقهم الله عز وجل، كانت واحد البناية صغيرة ولا تكفي، والناس المسلمين كثروا وفيهم الحمد لله. يعني ليس المغاربة، الجالية المسلمة كبيرة. نعم، كبيرة، مصريين، توانسة، جزائريين، ليبيين، يعني من جميع الجنسيات، أفارقة. نعم. جنسيات مختلفة. فكنت صاحب المبادرة. ليش نبقاو في هذا المكان؟ نعملوا مسجد مزيان يليق مسجد مزيان يليق ويبين يعني أنه المسلمين متحدون يبنون مساجدهم، مساجد عصرية كبيرة، يعني حتى لو يعني يعيطوا على الناس يستضيفوهم هناك ولا شيء من هذا القبيل، في مكان زوين ومكان مهم بإذن الله. نعم. فخديت المبادرة، جيت، وهذا كله دائما أقول بدليل. عندك اديني الدليل. لا، الأدلة احنا مرئية ومسموعة يعني. نعم. بدينا، دخلت لهذا المكان هذا وقلت للمسؤولين: أنا عندي فكرة وعندي اقتراح. إيش هي؟ في قناة. القناة تقوم بالدعوة في هولندا، يعني
يدعون غير المسلمين، يبينوا صفات المسلمين، نعم، يعني دعوة للإسلام، الأشياء الإيجابية ديال المسلمين، الأشياء الجميلة، حتى نغيروا الفكرة السلبية عن المسلمين الموجودة في أوروبا. نعم. هذه قلت لهم أنا ندير معاهم يعني لايف أو لا، ونجلسوا 3 أيام وكذا إلى غير ذلك. الناس وهذه المبادرة كنشوفوا بزاف ديال الناس كيعملوها، يعني بيعملوا لايف بيجمعوا الأموال للتبرعات. الآن موجودة الآن، وإحنا نتكلم معك الآن اليوم إيش؟ 3. اليوم 3. اليوم 3 الحمد لله. الناس في المساجد من مباشرة بعد صلاة العشاء الناس يجمعون الأموال كل يوم كل يوم لبناء المساجد أو للتوسعة أو للزرابي أو للميكروفونات أو المهم يجمعون. وهذا مسألة قانونية، يعني مش جاي هكذا وكأنك في سوق، دخلت سوق وتجمع، يعني مسألة السلطات وهذه الأشياء، يعني السلطات لابد من إذن، لابد من المتكلم، من الذي تستضيفون. فبديت المبادرة وقلت للناس كبار السن هذو اللي كانوا مسؤولين، قلت لهم أعطوني المجال بارك الله فيكم، أنتم أمامكم كل شيء، يعني نعم. يقول عزيز أنت تريد هذه المبادرة وهي الأولى، كم تريد تجمع؟ والله الذي لا رب سواه وأنا صائم وهذه 10 أواخر في رمضان، قلت لهم 500,000 يورو نريد نجمعها. بدأوا يستهزئون ويضحكون وهم لا زالوا أحياء، يعني نعم. الكذب على الموتى، أما الأحياء يعني يستحيل أنك تكذب، ولا يعني في الزمن الكذب على الأحياء يعني اختلطت الأمور، والآن كذب عين بين مباشرة. فقالوا يعني قلت لهم ايش تظنون؟ قالوا يعني 10,000 أورو. قلت لهم أنتم إيش دخلكم؟ أنتم تصورون تنقلون وخلوا الموضوع علي صافي، علي نبدأ إن شاء الله. ففعلا الناس استغربوا، يعني كراسي الآن في المسجد، كاميرات، إضاءة، والناس كبار السن ينظرون ايش هذا، ايش يعمل هذا، ايش كيدير هذا، ايش كيدير هذا الدري الصغير. كانت اللحية باقا ما شابش، كنت لسه صغير. فبدينا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الآن نحن في مدينة كذا، والآن في هذا الزمان، وأصبحت الأمور الحمد لله بديتي كتقنع الناس. فإذا بهم يقوم واحد يقول كذا 1000 أورو، أنا 2000 أورو، أنا 3000. يعني اليوم الأول، يعني وهذا اليوم بدينا بعد صلاة العصر، اليوم الأول أكثر من 80,000 يورو ما شاء الله. يعني كانت هي البداية وهي الانطلاقة لما رأوه الناس من قبلهم. هذا الذي أتكلم عنه هنا الآن الناس ما شافته، ما يعرفوه لأنه قديم. هذه بداية الفكرة فقط. بعدها لما انتشر الخبر في هولندا وفي بلجيكا، والناس من فرنسا كانوا، من فرنسا، من أمريكا، من إيطاليا، انتشر هذا الخبر ودارت بوم كما كنقولوا احنا، دارت بوم. فأصبح الأمر هذا اليوم الثالث الكل يتكلم في هولندا عن هذا المسجد، سميته مسجد التوحيد، الكل يتكلم. وكانت من وراء حملات، كانت هذه بداية فقط، ما شاء الله. 500,000 ما تعني شيء. يعني من وراها أصبحت الأموال سبحان الله تدخل للمسجد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. نعم. والمسجد، والمسجد هو مبني. نعم، المسجد مبني الآن، يعني المسجد تبنى